السلام عليكم. اليوم حابة أقدم لكم طريقة عمل دجاجة مشوية بالفرن بطريقة سهلة، وراح تطلع وياكم الدجاجة ذوب كلش طيبة وهشة. راح نحتاج دجاجة كاملة، ليمون فريش، ورق غار، بصل، نجمة اليانسون، هيل وثوم. وراح أحتاج خل التفاح أو أي خل متوفر عندكم وزيت. وراح نحتاج مجموعة من البهارات المشكلة: بابريكا، كركم، كاري، بهارات مشكلة، ودارسين أو القرفة. هسا عندي هنا أني الدجاجة غسلتها كلش زين بالخل والملح، وبعدين غسلتها بالمي ونشفتها. بعدها ضفت عليها الملح والفلفل الأسود، وهسه عصرت الليمون، وبالليمونة نفسها راح أفرك الدجاجة، وراح أضيف بابريكا، كركم، كاري، بهارات مشكلة، ودارسين أو القرفة، وراح أفركها كلش زين، أوزعها بالتساوي. قلبتها وراح أسوي نفس الشي من الجهة الثانية. وبعد ما خلصت التتبيلة ضفت عليها الليمون، بصل، ثوم، ورق غار، ونجمة اليانسون، والهيل، وراح أغطيها واتركها بالبراد لمدة ساعتين. كل ما تتركوها بالتتبيلة أكثر كل ما تصير أطيب. طلعتها من البراد وخليت عليها الصينية وقلبتها، لأنه أريدها تبقى مثل الحشوة بداخلها المطيبات. هسه راح أخليها بالفرن بالأسفل على درجة حرارة 350 لمدة ساعة. وبعد ساعة صارت عندي بهذا الشكل. راح أفرها من الجهة الثانية وأتركها لمدة ساعة ثانية. وبعد ساعتين طلعت عندي الدجاجة ولا أروع، كلش طيبة وطرية، والبهارات مالتها روعة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا بالوصفة.